مساء الخير. شوفوا الفيلم اثبت ان الزعيم فعلا زعيم ويمتلك شجاعه لا تقهر قاتل قتال الابطال الى اخر لحظه بكل انفه وشموخ وكبرياء الزعماء العظماء. اراد نقل المعركه من منزله المحاصر في صنعاء الى حصن عفاش في قبيلته. الحصن يتيح له اكثر صمود في المواجهه، ولكن عليه سحايب الرحمه والخلود. اما بالنسبه للشامتين ناس هربوا وعاد القوارح في الحتارش وعطفوا سامانهم وغادروا البلاد، شردوا وعاد الحوثي في عمران، والآن جالسين في اسطنبول والقاهرة وعواصم الدول الأجنبية ويراجموا عفاش بشتايمهم وشماتتهم بمن أبى أن يموت في أرضه مهما كانت النهايات. الزعيم عفاش جمع في معركته الأخيرة كل الصفات التي يتحلى بها كل مقاتلي التاريخ وشجعان الأرض. مضى في معركته بقلب حديدي واجتاز الانساق المحيطه في منزله في الثنيه. تخيلوا نسق جنب نسق محيطه على منزله ومدججه بكل انواع الاسلحه الثقيله والخفيفه، كل 10 متر طقم وافراد ومجاميع حوثيه محيطه حول منزله، واجتاز كل هذا الانساق بقلب حديدي بالمدرعه مصادمه وجه لوجه. واستشهد فين؟ في سنحاء. وما يقول فيها خصومه اليوم من شماته، تدروا ليش؟ هي غيره من موقفه الذي لم يصلوا الى المستوى الذي يمكنهم ان يصنعوا موقف مثل موقف عفاش. هذا هي الغيره. تصدقوا الكلام، عفاش بطل محارب شرس سيسطره التاريخ من اعظم المحاربين شجاعه في التاريخ. ومن المعيب ان نشاهد اليوم حقراء وتافهين يتباهوا بحقارتهم في التشفي في عفاش. اما بالنسبه لسنحان وقريه الجحشي، شفتوا مدين ايش قال؟ قال اتجه الزعيم باتجاه قريه الجحشي، قال ولا درينا الا وقد الضرب من القريه نفسها سنحان. شوفوا سنحان اجبن قبيله يمنيه وعنوان الخيانه في اليمن باستثناء آل عفاش فقط. ما في سنحان اسرح عريقه حميريه اصيله شجاعه غير اسره آل عفاش. كلام عصبوا عليه، والباقي لا تصلوا على احد منهم. علي عبد الله صالح جعل اسم سنحان هيبه في الدوله من هيبه علي عبد الله صالح، ورفع اسمها وعنوانها في عنان السماء، وهم اول من باعوه وخانوه قبيلته عليه الطلاق. لو علي عبد الله صالح من قيفه ردع ان قيفه نكفت عن بكره ابيها لا صنعاء وكرشوا الحوثي في يوم، ولو طرحوا الاف الجماجم ما يصلوا علي عبد الله صالح والحوثيين وقيفه في الوجود. ومن غير مدح عاد